في الفيديو ده هكلمكم عن تحضير شنطة الولادة بالنسبة لغيارات الأم والبيبي، أهم الحاجات الضرورية اللي هنحتاجها. بما ان ولادتي في الخريف هتكون الحاجات تقيلة شوية، دي كوفرتة بس تقيلة. طبعا هيكون أفضل لو الحد اللي هيكون معاكي اللي هيساعدك سواء الزوج أو أي حد يكون عارف مكان الحاجة بالظبط أو بيحضر معاكي الشنطة. أنا حضرت للبيبي 3 طقمة، عبارة عن قطع قط ونص وكم وقطعة خارجية، ودي طبعا على حسب الفصل اللي فيه، بس يفضل ان هي تبقى تقيلة لانه اول يوم بيبقوا بردانين يعني. اول طقم بيلبسوه اما بيطلعوا وهو بيبقى طقم التصوير برضو، والطقمين التانيين بيبقى احتياطي لو في تسريب او اي حاجة. ده الطقم التاني نفس عدد القطع طبعا، والطقم كله على بعضه بالغيار ببقى حطاهم مع بعض بحيث يبقى سهل ان اطلعه. دي برضو كوفرتة بيضة خفيفة، يعني ممكن ألفه بيها قبل ما ألفه بالكوفرتة التقيلة. وجهزت تالت طقم وباخد معايا شراب، أنا هنا كنت مقفرة واخدة 3 شرابات بقى وكده، بس هو المفروض واحد بس. واخدت طاقيتين، يعني كل واحدة كانت بتاعة طقم، واخدت مقص علشان ضوافرهم بتبقى طويلة أول ما بيطلعوا. يا إما باخد باكت حفاضات صغير أو باخد حوالي 8 معايا. ويفضل نوع الحفاضات يبقى مفتوح من عند السرة علشان ما يعملش التهابات، او لو مش مفتوح بقدر ان انا اتنيه عادي، المهم ما يجيش ناحية السرة. وطبعا بما ان الوقت اللي هولد فيه شتوي شوية، فالشنطة الصغيرة طبعا مش هتكفي الحاجات التقيلة. حطيت بطانية للبيبي وفوطة خاصة بالبيبي وفوطة خاصة بيا وطقم خروج ليا وانا خارجة من المستشفى وروب شتوي، وطبعا لو في الصيف هيبقى روب صيفي. وتأكدي ان الروب طويل علشان يبقى مريح كمان في الحركة، تتحركي براحتك بيه. وجلابية كده بزراير برضه البسها تحتيه. طبعا ما ننساش اللبس الداخلي انه يبقى قطن، والبادز طبعا الخاصة بالأم بجيب من دراي دي باكت واحدة، وبعد كده بكمل بالبادز اللي بستخدمها في البريود عادي. الفوط دي لمنع تسريب الحليب كنت واخداها معايا، فاكرة يعني ان انا هحتاجها بس ما احتاجتهاش الصراحة، يعني بحتاجها فيما بعد مش يوم الولادة خالص. ستر الرضاعة ده تاخديه لو هيبقى فيه زيارات في المستشفى وناس داخلة وناس خارجة، غير كده ملوش لازمة خالص تاخديه معاكي في المستشفى. بافيتا وشرابات للأم وشنطة كده احط فيها الحاجات اللي مش نظيفة، فوطة لتنشيف الشعر وطرحة وبندانة. وبكده بقى خلصت غيارات الأم والبيبي كلها. استنوا الفيديو التاني هيبقى فيه بقية الحاجات، شوية حاجات بسيطة بس هناخدها معانا في الشنطة. بس ما تنسوش تشتركوا في القناة علشان تشوفوا كل الفيديوهات الجاية، ولايك للفيديو لو عجبكم.